تخيل تشغل التلفاز لتشاهد كأس إفريقيا، لكن فجأة هذا الصوت الذي كان يزلزل الآذان ويهز المباريات اختفى تماماً. لا ضجيج، لا طنين، لا فوضى. نعم، الفوفوزيلا أشهر أداة تشجيع في تاريخ كرة القدم أصبحت اليوم ممنوعة رسمياً في كثير من البطولات. فما القصة؟ ولماذا تحولت من متعة الجماهير إلى كابوس اللاعبين؟ وما آخر القرارات الصادمة بخصوصها؟ ما هي الفوفوزيلا؟ الفوفوزيلا هي بوق بلاستيكي طويل يصدر صوتاً قوياً ومتواصلاً. اشتهرت بشكل عالمي خلال كأس العالم بجنوب أفريقيا سنة 2010 حين غطى صوتها على أصوات المعلقين، وأثار جدلاً غير مسبوق بين الجماهير واللاعبين. البعض اعتبرها روح الكرة الأفريقية، والبعض الآخر وصفها بأنها أكثر شيء مزعج دخل الملاعب في التاريخ. كيف انتشرت عالمياً؟ بعد مونديال 2010 انتقلت الفوفوزيلا إلى ملاعب أوروبا وآسيا والوطن العربي، وصارت تباع في كل مكان، حتى تحولت من أداة تشجيع إلى رمز للفوضى الصوتية داخل الملاعب. لماذا بدأت قرارات المنع؟ مع مرور الوقت بدأ اللاعبون يشتكون من تشتيت التركيز أثناء اللعب، صعوبة التواصل داخل الملعب، تأثيرها على حراس المرمى، إزعاج الجماهير والعائلات. بعض الدراسات أشارت إلى أن صوت الفوفوزيلا قد يتجاوز 100 ديسيبل، وهو مستوى قد يؤذي السمع مع الاستخدام الطويل. آخر الأخبار: المنع الرسمي في آخر القرارات الصادرة عن اتحادات كروية قارية. تم إدراج الفوفوزيلا ضمن قائمة الممنوعات داخل الملاعب، جنباً إلى جنب مع الليزر، الألعاب النارية، الأدوات المزعجة، والهدف حماية اللاعبين، تحسين جودة المباريات، والحفاظ على راحة الجماهير. ردود فعل الجماهير: القرار أحدث انقساماً كبيراً. جماهير غاضبة قالت: يسرقون منا متعة التشجيع، وآخرون رحبوا بالقرار. أخيراً سنستمتع بالمباراة بدون صداع. أما اللاعبون فمعظمهم أبدى ارتياحه الكامل، واعتبر المنع قراراً في مصلحة كرة القدم. هل انتهى عصر الفوفوزيلا؟ السؤال الأهم الآن: هل اختفت الفوفوزيلا إلى الأبد، أم ستعود يوماً ما بشروط جديدة؟ ما هو مؤكد أن كرة القدم تتغير، والتشجيع أيضاً يتغير، لكن الجدل حول الفوفوزيلا سيبقى حاضراً في ذاكرة الملاعب لسنوات طويلة. الفوفوزيلا لم تكن مجرد بوق، بل كانت صوت حقبة كاملة من كرة القدم، حقبة صاخبة فوضوية، لكنها مليئة بالحماس. اليوم بين من يراها إزعاجاً ومن يراها تراثاً كروياً، تبقى الحقيقة واحدة: كرة القدم لا تعيش بدون جماهير، ولا جماهير بدون شغف، سواء بالصوت أو بالهتاف أو بالقلب. والآن أخبرنا أنت، هل تؤيد منع الفوفوزيلا أم تشتاق لسماع صوتها من جديد في الملاعب؟ الفوفوزيلا لم تكن مجرد قطعة بلاستيك، ولا مجرد بوق ينفخ فيه داخل ملعب، بل كانت صوت مرحلة كاملة من تاريخ كرة القدم. كانت تعبيراً صاخباً عن الفرح، عن الانتماء، عن جماهير أرادت أن تقول: نحن هنا، حتى ولو كان صوتها مزعجاً للبعض. اليوم حين نسمع خبر منع الفوفوزيلا، قد يبدو القرار منطقياً من ناحية التنظيم والراحة، لكن في المقابل هناك شيء ما ضاع بين السطور، شيء اسمه عفوية التشجيع. المدرجات أصبحت أكثر هدوءاً، المباريات أكثر وضوحاً، لكن هل أصبحت أكثر حماساً؟ هذا سؤال يختلف حوله الجميع. كرة القدم ولدت من الشارع، من الأصوات العالية، من الطبول، من الصراخ، ومن كل وسيلة بسيطة تجعل المشجع جزءاً من المباراة. الفوفوزيلا قد تمنع من الدخول إلى الملاعب، لكنها لن تمنع من الذاكرة. ستبقى مرتبطة بمونديال لا ينسى، وبملاعب اهتزت عن آخرها، وبلحظات صنعت تاريخاً لا يمحى. وفي النهاية، كرة القدم بدون جماهير لا معنى لها، وبدون الشغف تفقد روحها، سواء كان ذلك الشغف بصوت الفوفوزيلا أو بهتاف جماعي يهز المدرجات. الكرة ستستمر، والقوانين ستتغير، لكن حب الجماهير سيبقى دائما أقوى من أي قرار، وأعلى من أي صوت.